راحت عليا نومة وصحيت قبل الفطار بساعتين، وجوزي كان طالب مني محشي وطالب مني أرانب وفراخ وما كنتش عارفة أعمل إيه، وطبعا عصير وحلو وحاجات كتيرة جدا كنت هعملها في الساعتين دول. بس طبعا على مين، أنا شغلت البوتاجاز وشغلت العيون كلها وخلصت له الأكل قبل الفطار، وكان الأكل زي ما انتوا شايفين كده. وهقولك ازاي تعملي أرانب وفراخ وملوخية ناشفة على الأرانب. يا ريت نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ بالفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أول حاجة أنا بعملها بعد السحور بطلع الفراخ ولا اللحوم واحطها، لو كانت عندي في الفريزر بحطها تفك في الحوض في التلاجة من تحت، وبعد ما بتفك بغسلها بالدقيق وخل وانضفها كويس جدا. واقول لكم هنعمل فيها ايه. الارانب طبعا انا بحطها في حلة لوحدها. حطيت الارانب بحط شوية زيت كده وادي الارانب صدمة. آه والفراخ لوحدها. طبعا احنا انا وجوزي وعيالي الاتنين صغيرين، فانا الارنب كنت اقسمه نصين، وكنت هعمل ورك من الفراخ عشان اطبخ عليه المحشي. هدي صدمة للأرانب زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده احط بصلاية وطماطم وورق لورا وحبهان والتوابل بتاعتك الجميلة زي ما تعملي الشوربة، بس تكوني قلبت البصلة والطماطم دوت مع الأرانب. وتزودي المية. الناحية التانية حلة صغيرة هحط فيها الورك، لان انا عندي بنتي ما بتاكلش الأرانب. تمام. فالورك دوت هعمل منه المحاشي. بحب المحشي انا على الفراخ. طبعا انا على طول، ان لو حد عارف ان انا بسبك التسبيكه كامله واحطها في الفريزر. ورق العنب ده كنت مفرزاه قبل رمضان. شايفين اخضر ازاي، والخضره برضو. فطلعتهم وهم متلجين كده، لان انا اتاخرت. حله على النار حطيت فيها نقطه زيت وهنزل بالتسبيكه بتاعتي يعني متسبكه وجاهزه. يا دوب بس هلف. وهنا شايفين الحلل طبعا على البوتاجاز. وورق العنب كده انا بطلعه وهو متلج بسلقه. وهنا حطيت طبعا كل التوابل في المحشي والخضرة والرز بعد ما التسبيكة فكت. والخضرة زي ما انتوا شايفين خضرة وما شاء الله عليها. اقلب التوابل والخضرة كده عشان مش عايزة فيها مية. وهنا جيت طبعا الحلة اللي هلف فيها ورق العنب بحط طماطمية وطبعا فلفل، ولو عندك بصل، بس انا ما كانش عندي بصل هتحطها في القعر. وهتيجي هنا طبعا الورق المفروض ترصيه جنبك وتلفه على طول، فهو ما كانش فيه وقت. جيت هنا بفرش كيس كده تلاجة وبحط طبعا الورق العنب. وهتيجي طبعا ترولي بالسكينة بالطريقة دي في ثانية، مش هياخد معاكي وقت خالص. زي ما انتوا شايفين كده انا باخدش وقت. هتيجي بالسكينة وتقفلي الكيس. سكينة اي حاجة بايدك بظهر السكينة وتتني الورقة كده وتلفي. لو حلتين تلاتة مش هياخدوا معاكي ربع ساعة. تمام. بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين كده. انا هنا كانت الساعة 5، كانت الفراخ خلاص راح تستوي وما كانش غير فاضل ساعة. هنا خدت مفيش بين ربع ساعة وخلصت المحشي. وبعد ما خلصته كانت فاضل ساعة الا ربع على الفطار، فانا قلت ايه بقى، هروح ازوده على طول عشان يستوي على نار هادية. خلصت كده الحلة كلها اهي هرصها. وهتجيبي اي طبقة عندك عشان ما يقعدش فار معاكي ويفك منك المحشي. وهاجي كده على النار وهزود على طول وهسيبه يستوي كده. انا يعني المهمة اللي كانت صعبة عندي بس المحشي اللي هي كانت هتاخد وقت معايا. بس الحمد لله خلصته كان قبل الفطار يعني بساعة الا ربع وسبته يستوي. بعد كده جيت هنا شوربة الارانب بصفيها كده من البصل والحاجات اللي فيها. وعملت ملوخية ناشفة يا جماعة كانت جميلة. وده طبعا المانجا برضو عصير مانجا انا بفرزه. كل حاجة انا بفرزها يا جماعة عشان ما تاخدش معايا وقت وتنجز معايا. وجيت هنا في الخلاط على طول. وهتفرمي طبعا المانجا شايفين صفرة وعاملة ازاي. هنا كان فاضل نص ساعة، فأنا ما بحطش العصير لما يكون فاضل نص ساعة في شفشة على طول. لا، أنا بجيب الأزايز بتاعتي وبعبيها كده وبحطها في التلاجة أو في الفريزر. بخاف تدلق في التلاجة ولا أي حاجة. الأزازة بتحفظها لي برضو لو ريحة في التلاجة ولا حاجة ما تبقاش فيها أي حاجة. وهنا برضو لسان العصفور كان هنا فاضل أقل من 25 دقيقة. حمرت لسان العصفور وحطيت طبعا دي من شوربة الفراخ اهي. وبخلصته والملوخية جنبي على طول. الملوخية ناشفة اهي بتبقى والله العظيم يا جماعة احلى من الملوخية الخضراء في الارانب. كانت جميلة جميلة جميلة. هنعملها اول ما الشوربة تغلي. هنحط مكعب الماجي لو عايزة ماجي، انا بحب احطه في الشوربة. وهتروح حاطة الملوخية الكمية اللي انت عايزاها تقيلة خفيفة زي ما انت بتحبي الملوخية. وتقليبة واحدة وتطفي عنها. شايفين الملوخية بقى لونها اخضر وعامل ازاي. دي الملوخية امي بتعملها في الصعيد.
وخلاص كده باقلّب التقليبة واركنها. شايفين يعني والله العظيم أنتِ لو عاملة ملوخية خضرا مش هتصدقي. وهنطش طبعًا الطشة برضه أنا مفرّزة التوم على طول مش لسه هاقشّر، وفي معلقة سمنة وهتطشي الطشة وتحطي. كان هنا فاضل دقايق على الفطار وأنا باطش. خلاص كده خلّصت وهاروح طبعًا أغرف الأكل على طول، لإن كان المحشي استوى وكنت باحمّر برضه جنبي الفراخ. هاحمّرها الفراخ والأرانب. أنا بارجع باحمّر الأرانب تاني وبارجع أحمّر الفراخ. وهنا طبعًا غرفت الأكل، وده كان شكل الأكل معاه والمخلل اللي أنا كنت عاملاه معاكم قبل رمضان، وشايفين الصوابع كانت عاملة إزاي. والله يا جماعة المحشي والحاجة أنا كنت فاكرة إن أنا يعني متأخرة ولا كده، لكن أنا عملت كل حاجة في الوقت وطلعت طبعا العصير والبلح. وكانت طبعا فطار كان جميل جدا وعجب جوزي وقال لي ما تأخرتش في الأكل. ورحت طبعا فرشت هنا في الأرض جنب الشاشة وقعدنا ناكل. وبألف هنا عليكم وكل سنة وانتم طيبين. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا لي